السيد شريط محمد الأمين، مدير مركز التكوين المهني والتمهين بن حليمة محمد بالطيوة، شارع الإخوة بن سليمان، يقع في بلدية بالطيوة بجوار وحدة الحماية المدنية، بمساحة تقدر ب 6700 متر مربع. يشمل مجموعة من الهياكل البيداغوجية، مبنى إداري، 6 ورشات، 4 قاعات للتدريس، بالإضافة إلى 3 قاعات متخصصة، قاعتين إعلام الآلي ومكتبة به قاعة الاستقبال، مكتب الاستقبال والتوجيه، كذلك مطعم، سعة النصف داخلي 150. مجموعة من التخصصات موجودة على مستوى المركز، بما في ذلك التكوينات الحضورية والتكوين عن طريق التمهين، كذلك التكوين عن بعد، والذي يشمل التكوين المرأة الماكثة في البيت، منحة البطالة، التكوين في الوسط العقابي، التكوين عن طريق الدروس المسائية، بالإضافة إلى مجموعة من المصادقات على الشهادات المختلفة. مجموعة التخصصات الموجودة على مستوى المركز: ميكانيك تصليح السيارات الوزن الخفيف، الإلكتروميكانيك، الكهرباء الصناعية، حلاقة النساء، الخياطة، الإعلام الآلي، المحاسبة، أمين مخزن، أمانة مكتبية، صنع الحلويات التقليدية، إلى غير ذلك. مجموعة من التخصصات المختلفة التي يمكن أن تنال من خلالها شهادات تكوين مهني وشهادات تأهيل. لذلك فأبواب مركز التكوين المهني والتمهين مفتوحة استعدادا لدورة سبتمبر 2024، فلا تترددوا في التواصل مع مركز التكوين المهني عن طريق صفحة الفيسبوك CFPR بالطيوة أو مركز التكوين المهني والتمهين محمد بن حليمة محمد. مرحبا بكم. أنا الآنسة رناطي ملاك، متربصة بالمركز تكوين مهني بن حليمة محمد. نمط حضوري تخصص عن إدراج معلومات. مدة التكوين 12 شهر، مقسمة إلى قسمين: السدس الأول والسدس الثاني، من 8/10/2023 إلى غاية 7 أكتوبر 2023. يعتبر هذا تخصص من أهم التخصصات في عالم الشغل، حيث درست عدة تخصصات، منها الوورد، الإكسل، باوربوينت، ميثود دواتي والإنترنت. في نهاية مسار تكوين هناك تربص تطبيقي لمدة 3 أسابيع. أدعو كل الشباب التوجه إلى مركز التكوين لتسجيل في التخصصات المرغوبة البروج إلى عالم الشغل، وأتمنى الحصول على عمل في نهاية مسار تكوين. شكرا.